واخيرا فيلم سفاح التجمع نزل بعد حوارات كتير. بعد ما اتشال في يوم الوقفه يا دوبك بس حفلتين اتعرضوا قال لك لا في مشكله في الرقابه ولازم يتشال. والحقيقه في وسط هذه الاجواء البارده قررنا ان احنا نخش الفيلم. فيلم سفاح التجمع هو سفاح وكان بيستخدم هذا القناع لما بقى يجي يخلص على ضحاياه. بس طبعا مش فينديتا، هو قناع ابيض يعني، بس ده اللي لقيته. وفي وسط الاجواء البارده اللي احنا فيها دي نزلنا بعد الساعه 12 نحضر الفيلم، والاجواء هاديه، الشوارع فاضيه، واجواء ملائمه جدا ان احنا نتفرج على فيلم رعب. قاعة السينما ما كانش فيها ناس كتير، فالاجواء ساحره. شوف بقى الفيلم اللي المفروض اللي حصل ده يكون نعمه ليه. طب ازاي؟ طب ما مش عارف هقول لك، ما هو طبيعي، هو حتى لو نزل في وسط هذه المنافسه القويه كان برضه مش هيجيب ايرادات. على الاقل دلوقتي هو سايب للناس فضول ان هو لا هو اتمنع ليه بقى، هو ايه اللي حصل، لا انا عايز اخش اشوف ايه اللي حصل. والنتيجه ان بعد ما شفت الفيلم اني محبط للاسف. الفيلم ما عجبنيش خالص. فيلم من بطوله احمد الفيشاوي، سينتيا خليفه، جيسيكا حسام الدين، صابرين، وآية سليم. اقتبس من احداث حقيقيه حصلت من سنتين عن سفاح التجمع. كلنا غالبنا لسه فاكر الحكايه وفاكر التفاصيل. انا عن نفسي ما كنتش متابعها قوي فمش عارف عنها حاجه، فانا داخل الفيلم عرفني بقى، فرجني بقى، خلينا نعيش الاجواء دي. فيلم من تأليف واخراج محمد صلاح العزب، وده برضو نفس المؤلف اللي ألف سفاح الجيزة، فمش عارف بقى هل هو تخصص سفاحين يعني ولا ايه. ولو هنقارن ما بين سفاح الجيزة وسفاح التجمع انا هميل شوية لسفاح الجيزة ان هو كان احسن. هنا بقى في الاخراج هو كان معتمد على ان الغموض شوية، كان معتمد على انه يخلق جو كاتم يحسسك ان في حاجة غلط في الاحداث، يحسسك ان انت متضايق كده ومش مبسوط وانت قاعد بتتفرج، في حاجة خانقاك كده في الفيلم. وده انعكس على الالوان اللي كانت موجوده في الفيلم، طريقه الاخراج والستوري تيلينج. اغلب الكادرات كان في حتى في بدايه الفيلم اكستريم كلوز اب على الممثلين بطريقه اللي هو مالك يا معلم في ايه، انت عامل اكستريم قوي ليه كده على وشهم وعلى شفايفهم؟ يعني ايه المبدع ان انت تعمل اكستريم على بق حد بيتكلم؟ انا ما فهمتهاش بصراحه، خصوصا ان هو ما كررهاش تاني، فمش نمط مثلا يعتمد عليه او شيء معين نشوفه جوه الاحداث. الفيلم لا انت عارف تتعاطف مع الضحايا ولا انت حتى عارف تتعاطف مع السفاح. مفيش مبررات هو قالها في الفيلم مقنعه. هو الفيلم حاول ان هو يسرد هذه الاسباب اللي هي ودت لده، بس انا ما اتفاعلتش خالص. والضحايا انت حاولت تقولي ان هم يعني هم اللي غلطانين، هم اللي راحوا له البيت وهم قاصدين، اغلبهم كمان طالع ان هم دي شغلتهم. يعني انت مش عايز تتعاطف مع ناس ميته ليه؟ انا مش فاهم. من غير حرق يعني، واحده منها تراجعت على ان هي رايحه تعمله، والتانيه اكتشفت ان هو بيعمل كده في الضحايا ومع ذلك كملت عادي. ده كان غير مبرر تماما. طريقه القتل على كل واحده هو بنفس طريقه الخنق، بس كل مره كان بيبقى فيه تفصيله صغيره عن التانيه. في اغلب المشاهد دي انا كنت عمال مركز جدا ان اطلع غلطات، وبالفعل كان في غلطات. الغلطات دي متعلقه ان في مشاهد يا معلم متشاله، في مشاهد متشاله باينه جدا، خصوصا في مشاهد القتل، باينه جدا في المشاهد اللي هي المفروض اللي هي المينستريم بتاع الفيلم، اللي هو الفيلم ده هيبيع نفسه بسبب المشاهد دي. فلما المشاهد دي ما تبقاش موجوده، واصلا كمان الفيلم في اغلبه وحش، فالفيلم فاضي يا معلم، الفيلم ما فيهوش حاجه خالص عشان تتفرج عليها اصلا. المشاهد اللي اتقصت دي هل ممكن تاثر على حكم للفيلم؟ انا بصراحه ما اعتقدش، على حسب مع ان انا شفته هو ستيل برضو الفيلم هيبقى وحش، بس انا ما اعرفش، لازم كنت اشوف النسخه الكامله وبعدين اقدر احكم. هل ممكن يكون في مشاهد تانية غير مشاهد القتل اتقصت من الفيلم؟ ممكن برضو. فانا ما اعرفش، مش قادره اقول اذا كان الفيلم حلو علشان المشاهد اللي اتقصت دي، ولا الفيلم وحش وهو حتى لما اتحط هيبقى وحش. انا مش عارف، ما اقدرش اجزم بده. طب نتكلم شويه عن الاداءات. احمد الفيشاوي بصراحه كاستنج محترم جدا للفيلم ده، لان البطل عنده تاتوز، لان البطل كان عايش في امريكا، سواء القصه الحقيقيه طبعا هو هنا خلوه عايش في كندا، بيتكلم انجليش كتير في وسط الكلام. فلو حطينا احمد الفيشاوي شخصيته الحقيقيه مع سفاح التجمع نفسه في شويه حاجات شبه بعض، فعشان كده الكاستنج لاحمد الفيشاوي تمام. باقي الناس ما كانوش افضل شيء، تصميم شخصيات الكل اصلا ما كانش افضل شيء. يمكن صابرين هي اللي ليها شويه بعض للشخصيه. سينتيا خليفه اللي هي طليقته، بجد انا مش فاهم يعني
جزء يتحكي وجزء يتشال وجزء مش عارف ايه. اهم اصلا بلوت تويست جوه الفيلم متعلق ببنته وهي وهو مش غير مبرر تماما. لا، محمد صلاح العزب ممكن يكون اجتهد شوية في الاخراج، لكن كان محتاج مؤلف تاني يكتب معاه، كان محتاج ان هما يجتهدوا شوية في تفاصيل الفيلم. كالعادة انا بقول انا معرفش القصة الحقيقية، انا ما كنتش متابع وقتها وما قريتش برضو وقت الفيلم او بعد الفيلم علشان ما افصلش نفسي عن الفيلم اللي قدامي. الحقيقة الفيلم ممكن يستفاد جدا من الضجة اللي حصلت له، هيجيب بعض الايرادات الزيادة عن ان هو كان ممكن ياخدها. عدى اسبوع على العيد، اغلب الناس خلاص دخلوا برشامة او دخلوا ايجي بيست او حتى فاميلي بيزنس، انا لسه للاسف ما شفتوش. فالساحة فاضية، فهل سفاح التجمع هينجح؟ خلينا نشوف. اغلب الناس اللي كانوا في القاعه كانوا قليلين، يعني ممكن كنا 15 واحد في القاعه، وده راي واحد منهم. انا شخصيا هو عجبني كاخراج وكتمثيل، لكن ممكن يكون نقول ان اللقطات اللي اتقطعت فيه كتير ممكن تكون اثرت على ربط الاحداث او السياق او الايقاع بتاع الفيلم، بس الفيلم في حد ذاته جميل. رايه مخالف شويه ليا، وهنا هسيب لك انت الحكم. لو انت شفت الفيلم قول لي ايه رايك فيه في الكومنتس، وشايف هل هو هيقدر يستفاد من الحمله الغريبه اللي هي حصلت له دي ولا لا. ده كل اللي عندي عن الفيلم سفاح التجمع. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.